مرحبا، اليوم حامل معاكم جزرات باستا. انا جيت قدمتها في حسابي من قبل، بس راح اعيدها عشان ابغى انزل الفيديو في اليوتيوب. مرة سهلة، مرة لذيذة، مكوناتها كمان مرة بسيطة. نحتاج لسبانخ وشيري توماتو، صدور دجاج، كريمة طبخ، ملح وفلفل اسود، بابريكا حلوة وكيان بيبر، توم وبارميزان ومكرونة. تبلت صدور الدجاج بملح وفلفل أسود وزيت زيتون، فص ثوم والبابريكا والكيان بيبر. سبحان الله، كانت أختي اليوم غير شكل. كنت ناوية من الليل أتبل معاكم شاورما دجاج أوريكم كيف نظبطها من قبل بيوم وبكرة أعملها، بس لما دخلت بندا وشفت السبانخ البيبي هادي وشفت الشيري توماتو إنه مو كل يوم يوفروها، فقلت على طول حاعملها اليوم. دحين راح أشوي صدور الدجاج اللي تبلتها. كده خلاص اتحمر الدجاج، راح ارفعه على جنب يرتاح. في هذه الباستا الصوص يتعمل في نفس المقلاية اللي شوحنا فيها الدجاج عشان ياخد نفس النكهة والتوابل. عشان كده راح استخدم ابديل الواين اللي هو الفانيلا عشان يستخلص لي كل النكهات المترسبة واستفيد منها في صوص الباستا. دوبت هنا كمان 1 فص ثوم، ودحين راح ارجع الدجاج بعد ما ارتاح قطعته صغار وحرجعه في نفس المقلاية. حسوي حد دجاج، حضيف عليه الشيري توماتو اللي قطعته انصاف، حشوحهم كمان ضفت ملعقة معجون الطماطم، ودحين راح اضيف الكريمة عشان يتكون عندي الصوص. بعد كده هبدأ اضيف الباستا على نفس المقلاية. اخر حاجة راح اضيف السبانخ، اوراق السبانخ وجبنة البارميزان كمان. بس ما في اسهل من كده اظن، ولا ألذ كمان.